واللي اتفرج على الفيديو ويطبق نفس الطريقة في اللعب ان هو كسبان كسبان بعون الله. وازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لسه مكملين مع بعض في لعبتنا الجميله، لعبه الزومبي والمستويات المرعبه بتاعتها الجميله. احنا دلوقتي المفروض هندخل نلعب المستوى السابع. اخر مره كسبنا المستوى السادس اللي ادينا البتاعه اللي هي عامله زي القرون دي يا جماعه، اللي هي بتدوس عليها العربيه فبتبوظ الكاوتشات بتاعتها. دلوقتي هنلعب المستوى السابع اللي هيدينا النار، وهنعرف النار دلوقتي يا جماعه بتعمل ايه. ده بونص يا جماعه. انا ليا طار مع الفخاره زي ما انتم عارفين، لو طلعت الفخاره مش هرحمها وهاخد حق. هي الفخارة يا جماعة شكل كده هياخد حق المرة دي. هنكسر الفخار وهنرص الأسلحة ونشوف هنعمل ايه. انا لازم اخلص طاري منها. المرة اللي فاتت استهترت بيها، وانا قلت لكم قبل كده ما ينفعش نستهتر بأي مستوى او اي بونص من مستويات الزومبي، عشان هي بتخدع جدا. ممكن نستهفأ بيها ونقول ايه ده، زي ما انا عملت كده يعني. ده مستوى اي كلام ولا اي حاجة في الكليتش يعني كده، وفي الاخر بقى تتفاجئ ان انت اللي خدت على قفاك. فبلاش كده، خلينا ايه كويسين وخلينا ايه نحترم ذاتنا كده ونلعب بضمير، عشان خاطر لما بنستهفأ الحاجة ونستهون بيها هي اللي بتعلم علينا في الاخر. زي ما انتم شايفين انا عماله اكسر في الفخار اهو، رصيت صف الاسلحه وهركز معاه قوي بقى المره دي. مش هستهتر، مش هخليه يغلبني. الاول يا جماعه كنت برص الاسلحه عشوائي كده فوق وتحت واي مكان، لا دلوقتي لازم اركز ان انا مش هرصها غير في المكان اللي فيه فخار كتير لسه ما اتفتحش، لان معرض في الفخار ده يبقى فيه زومبي، وزومبي اقوياء زي ما انتم شايفين كده بجرد الحديد. انا دلوقتي مش محتاجه النطاطه اللي واقفه بتبص لي دي، خلاص مش فارقالي. انا اصلا حاطه 2 تحت يعني، فخلاص هي راحت كده. السلاح لو ما خدناهوش وحطيناه في مكان بيروح يا اصدقائي، بيتمسح كده لوحده، بيروح عليا يعني. فانا مش فارق لي، خلاص انا معايا 2 غيرها. ربنا يستر بقى من الاتنين اللي جايين. انتوا عارفين البونص ده بيبقى من 3 مستويات، انا كسبت الاول ودلوقتي ده التاني. فربنا يستر دايما من التالت، هو اللي بيبقى رخم شويه، وهو اللي صراحه علم عليا المره اللي فاتت، ولازم انا المره دي اللي اعلم عليه. بس ما تنسوش الاشتراك واللايك يا اصدقائي. انا ملاحظه ان في مشاهدات بتيجي على الفيديوهات بس مش بشوف اي لايكات ولا اي تفاعل ولا اي اشتراكات، وده انا مزعلني جدا، لاني انا عايزه حاجه تديني دافع تخليني ان انا اكمل تاني واصور فيديوهات تاني ليكم اكتر والعاب كتيره. فحمسوني كده باللايكات والاشتراكات بتاعتكم الجميله، واحب اسمع رايكم في التعليقات عشان اتحمس بيكم. شايفين ابو جرده الحديد ده داخل بصوا بقلب جامد، ولا هم عمال ياكل في الاسلحه. كويس ان انا لقيت نطاطه فوق. النطاطه اللي فوق دي اكيد هتنفعه يا جماعه. بصوا شفتوا جات لي في الوقت المناسب، عمال ياكل والاسلحه مش مقصره فيه ولا همه، ولا حتى الجرده اللي على دماغه كانت طبق يخرب بيت سنينه ولا متاثر. داخل قطر داخل. فلو ما كانتش جات لي النطاطه اللي فوق فعلا يا جماعه هي اللي انقذتني. خلصت المستوى التاني وداخلين على التالت يا جماعه والاخير في البونص ده، وبعون الله هكسبه ان شاء الله، عشان مفيش حاجه تعلم عليا في اللعبه دي. انا بحب الفطر الموف ده يا جماعه، اللي بياكله بيلف ويرجع تاني. كويس ان هو جالي، بس برضو انت مش امان قوي، عشان انا لما كان معايا البونص اللي خسرت فيه كان برضو في المستوى التالت، كان معايا نفس الفطر ولا نفعني ولا اثر معايا. يمكن انا عشان كنت برتبه غلط، الله اعلم. هنشوف مع بعض دلوقتي يا اصدقائي. دلوقتي الحلو ده عمال ياكل في السلاح، بس انا مش قلقانه عشان هيعدي ياكل الفطر وهيلف يرجع تاني. انا دلوقتي يا جماعه كل ما بلاقي سلاح زي ما انتم شايفينه دلوقتي بقى يعني المهم بالنسبه لي ان انا احطه في الفخار اللي تحت اللي لسه ما اتفتحش. مش عايزه افضل اركز فوق ولما اجي افتح تحت الاقيه كله زومبي، والاقي نفسي اني ما فيش خالص اسلحه. فمش عايزه اشرب نفس المقلب اللي شربته قبل كده. فلا، انا هامن نفسي يا جماعه. لا يلدغ مؤمن من حجر مرتين. يعني او معنى اصح ايه، لا احنا هنقضيها امثال النهارده. اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. فانا خلاص بقى المره دي يا جماعه هاخد بالي زي ما قلت لكم. فانا دلوقتي بصوا فوق خلاص مش قلقانه. فوق بصوا بياكلوا في بعض خلاص. كل الاتنين اللي رجعوا فوق كلوا اللي قدامهم والموضوع خلص خلاص. وخدت البونص يا جماعه وخلاص كده، ما عادتش في حاجه في اللعبه معلمه عليا. كان قبل كده البطاطسيه هي اللي معلمه عليا الشقيه وكسبتها، وادي دلوقتي الفخاره وكسبتها بعوني اللي انا قلت لكم انا لا اقهر في اللعبه دي. وبما اني وعدت اصدقائي ان انا هلعب مستويين في الفيديو، مع اني انا مش كنتش عايزه ان انا اطول عليكم اكتر من كده، بس خلاص بونص كده على خفيف. وهناخد معاه المستوى السابع يا جماعه اللي هيدينا النار. وكمان عشان اوريكم الاداه اللي كسبناها المره اللي فاتت اللي هي عامله زي القرون دي. انا مسميها قرون، مش عارفه، هي غريبه، حاجات كده طالعه منها زي
أنا مش عارفة أسميها إيه، اللي يعرف اسمها يا جماعة يكتب لي في التعليقات. البتاعة البني دي اللي عاملة زي راس العجل دي. المهم دي بنحطها في الأرض عشان كاوتشات العربية، زي ما أنتم شايفين في زومبي جاي لي بعربية. ونخلي بالنا يا أصدقائي، اللي بيشوفني أول مرة هو بيورينا صورة الزومبي في الجنب اللي هيدخلوا لي عشان أعرف نوع الأسلحة اللي أنا هختارها له إيه. فبناء عليه طالما جاي لي واحد بعربية كده يبقى لازم أساسي معايا الأداة اللي أنا كسبتها 100 جنيه دي، اللي عاملة زي قرون الخروف دي، ولا مش عارفة البقرة. المهم اخترنا عباد الشمس اساسي هيدينا فلوس، الورقه اللي تتحط في الميه، السلاح ابو 100 معانا اساسي، الكعبوشه السوداء بتاعه الميه ام 25، قلنا ان دي مدبره جدا للميه يا جماعه. والبطاطسايه اللي لازم بيقعدوا ياكلوا فيها. انا هنا في اخر سلاح معايا، انا متردده محتاره عايزه اخد معايا تفاحيه او قرن فلفل، ما بعرفش العب من غيرهم الصراحه، هم منقذين جدا بالنسبه لي لما بيحصل لي اي هجوم. بس خلاص بقى مش مشكله، برضو ما بعرفش استغنى عنه. الطيطه هي اقل سعر منهم وبتقوم برضو بنفس دورهم احيانا، فخلينا فيها هي افضل. وهنبتدي بقى المستوى مع بعض ونقول جو يا اصدقائي. ونزلنا بعباد الشمس الرقاصه الجميله اللي بتدينا انتاج الشموس والفلوس اللي بنعرف نشتري بيها بقيه الاسلحه. انا يا اصدقائي مستنيه منكم تفاعل، ومستنيه منكم لايكات كتير على الفيديو، مستنيه منكم اشتراكات. انا عايزه القناه تكبر بيكم، ولو فيديوهاتي بتعجبكم احب اسمع رايكم في التعليقات يا اصدقائي. ولو في لعبه انتوا عايزيني انا العبها برضو اكتبوا لي في التعليقات. انا دلوقتي اهو خلاص بدات بعباد الشمس، بس لقيت فيه حلو جميل كده جاي يتمخطر من تحت، بس طبعا مش هديله فرصه، مش عليا الكلام ده، يا سكر يا عسل يا عسليه يا حلاوه يا طحينيه، مش على مش الكلام دوت. انا نزلت بالسلاح ابو 100 بسرعه يا جماعه، مش لازم كل همي ان انا اخلص صف الشموس يا جماعه، ما انا ممكن اقعد انزل في شموس وهو يدخل يبوظ لي الدنيا. يعني انا اظبط من فوق وهو يبوظ لي من تحت، مش هينفع الكلام ده. عيني تبقى على الزومبي واشوف الا الاقيه داخل من مكان. مش مشكله انزل عباد شمس دلوقتي، اوقف ان انا اكمل الصف لحد ما انزل سلاح ينقذني، وبعدها اكمل صف عباد الشمس عادي يا جماعه. انا هنا خلاص خلصت صف عباد الشمس زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اعمل صف سلاح اخضر، وانتوا خلاص اللي بيتابعني عارف ايه التكنيك بتاعي او الاستراتيجيه بتاعتي في اللعب. انا ايه ده، في ايه اللي جاي من تحت ده؟ انا كنت ناسيه ولا ايه؟ لسه عماله اقول لكم خلي بالي، فلقيت الدنيا ايه عمال ماشي من تحت وانا عماله انزل سلاح فوق ولا واخده بالي. يا جماعه لازم نركز. بس انا برضو مش قلقانه زي ما قلت لكم عشان اللي جاي لي من تحت ده، او عامه يعني الزومبي اللي لسه داخل في الاول ده بيبقى ضعيف، فاي سلاح اخضر كده بيخلص عليه. بدا يخش لي بالابو قمع اورنج، وانا اول ما بشوفه قلبي بيتوغوش يا جماعه، وبحس ان الدنيا بدات تبقى فيها ايه قلق شويه. بدا يقول لي بصي خلاص انت بقى الشغل اللي على الهادي يا زبادي، واحنا داخلين لك بحماده تاني خالص. يعني اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني. زي ما انتم شايفين كده يا اصدقائي، انا خلصت في الصف الاولاني وحطيت سلاح اخضر تاني للاستاذ ابو قمع اورنج ده. كان يا دوبك القمع لسه واقع من على راسه وكان هيدخل ياكل السلاح، فلحقت نفسي بسلاح اخضر تاني يساعد. انا كده لاحظت ان الزومبي ابو سلاح اورنج ده ما بينفعش معاه سلاح اخضر واحد بس، بيبقى محتاج 2 على الاقل عشان يخلصوا عليه. فزي ما انتم شايفين اللي تحت ده ابو اورنج اللي جاي ده عايزه الحق احط له سلاح اخضر هو كمان عشان يبقوا 2 يخلصوا عليه، لان واحد لوحده مش هيبقى كفيل او كفايه ان هو يخلص عليه. شفتوا انا نزلت اهو بقوا 2 وكده مطمنه ان هم يخلصوا عليه. ابو الكعابيش في الميه اساسي يا جماعه، كل ما ينور زي ما قلت لكم ارموا في الميه. ابو الكعابيش ده سحر سحر يا جماعه للميه بتاعتنا، لان لو احنا مش حاطينه طبعا ما حدش يستغرب كلمه ابو الكعابيش انا مسمياه كده عشان ما اعرفش اسمه. اللي يعرف اسمه برضو يكتب لي في التعليقات. انا دلوقتي خلاص قربت اخلص الصف التاني من السلاح الاخضر على قد ما اقدر يا اصدقائي. اعمل بقى صفين 3 وامنهم بقى قدام منهم بقى كده ببطاطسايه. انا كنت مسميها بطاطسايه، بس كان في احد اصدقائي كتب لي في التعليقات ان هي ديت لوز، يعني حبه لوز تقريبا او عين جمل حاجه زي كده، يعني ان هي مش بطاطس خالص. بس ايا كان المسمى انا ما بيفرقش معايا المسمى صراحه قوي، قد ما انا ببقى ايه عايزه اشرح لكم كل اداه مهمتها ايه او وظيفتها ايه. فاحنا نعتبرها بطاطسايه خلاص ونمشيها بطاطسايه ايا كان. يعني زي ما انتم شايفين انا حطيتها فوق اهو عشان تحمي لي السلاح الاخضر والشمس اللي انا حطاهم فوق، وعايزه بقى اكمل صف كامل منها، لان زي ما انتم عارفين الزومبي على ما بيقعد ياكل فيها يا اصدقائي ويخلصها بتكون الاسلحه بتاعتنا قامت بالواجب والزياده وخلصتنا منه وخلصت عليه. شايفين الجيش اللي جاي لي من الميه؟ شايفين راكبين الوز حضرتهم رايحين شط اسكندريه، ما اعرفش انا دول ولا رايحين يعملوا ايه، ولا يهمني ولا يهزني. انا مش متهزش ابدا. انا قلت لكم في اللعبه دي لا انا لا اقهر يا جماعه.
بس ربنا يستر عشان انا كل مره بعد اقول لكم كده وفي الاخر الجيم هو اللي بيعلم عليا وبيبقى شكلي وحش الصراحه. بس انا هحاول يعني جاهده. بصوا شوفوا انا نزلت لكم ايه الاداه الجديده يا جماعه لو خدت بالكم. الأداة اللي قلت لكم عليها اللي هي عاملة زي القرون دي، عاملة زي راس البقرة دي ولا راس الجدي، أنا مش عارفة شكلها غريب الصراحة. أنا حطيتها في الطرف لو خدتوا بالكم، أنا كل ما بقربها من الطرف ليه عشان العربية لما بتيجي بتمسح كل الأسلحة اللي موجودة على الطريق، بتلغيها تماما بتدمرها. فأنا لو كنت حطيتها جوه شوية جنب الأسلحة بتاعتي كانت العربية هتفضل ماشية كل ده لحد ما تدوس لي الأسلحة وتبوظ لي الدنيا. فاحنا يفضل ان احنا نطرف. انا برضو كده بعدتها شوية، يعني المفروض كنت اخليها في اول مدخل الزومبي على طول اول ما بيخش، عشان بمجرد ما العربيه تبتدي تدخل تبوظ على طول. بس انا حبيت احطها في الموقع ده ليه؟ عشان تشوفوا العربيه وهي داخله وبتدوس عليه ايه اللي بيحصل لها، لان لو طرفت قوي العربيه مش هتلحق تدخل ومش هتشوفوا حاجه. تمام. فاحنا يفضل لما نيجي نحط الاداه دي نحطها في طرف مدخل الزومبي، يعني المكان اللي بيخش منه الزومبي كده على اوله. تمام. انا دلوقتي حطيت امنت نفسي ب4 عشان لو العربيه تحسبا جات لي من اي مكان، ممكن تجي لي من فوق ممكن تجي لي من تحت، انا مش هبقى عارفه هي جايه لي منين. شايفين الزومبي اللي جاي لي في الميه غطسان تحت ده، ولا سلاح عارف يضرب فيه عشان خاطر هو غطسان تحت، مش هيضرب فيه اي حاجه لما يطلع فوق. انا طبعا عشان لسه ابو الكعبيش خلص معايا ما لحقتش احط، هيدمر لي الدنيا، عايزه الحق احط له اي حاجه. الحمد لله خلصنا منه، هو ضعيف روحه ضعيفه. اول ما طلع بس على فوق كده لسه هياكل الاسلحه، كان السلاحين التانيين خلصوا عليه وخلصونا منه. انا كده زي ما انا مأمنه نفسي ب4 من اللي هي راس البقره دي ولا معرفش اسمها ايه يا جماعه. المهم امنت نفسي برضو ب4 من البطاطسايه عشان خاطر لو حد جه حاول يدخل من اي زومبي عبال ما ياكل البطاطس زي ما قلت لكم بتكون الاسلحه خلصت عليه. لازم تبقوا عارفين ان هي دي مصدر الامان بالنسبه لي. البطاطسايه يا جماعه مصدر امان كبير جدا، ولسه في المستويات الجايه هنكسب البطاطسايه الكبيره الطويله خالص، هي اكبر في السعر واكبر في الحجم. يعني شوفوا بيقعدوا ياكلوا في دي قد ايه عشان يخلصوها، التانيه بقى تقريبا ما بتخلص. وبتنفعنا برده في اللي هو بينط ابو عصايه ده، ما بيعرفش ينط من عليها، على الاقل دي بيعرف ينط من عليها لكن التانية ما بيعرفش. هنشوف مع بعض، انا مش عايزه احرق لكم الفيديوهات الجايه هيبقى فيها ايه والادوات بتاعتها والمستويات هتبقى عامله ازاي، خلينا نشوفها مع بعض في الفيديوهات الجايه. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين انا قاعده حاطه رجل على رجل ومأمنه نفسي. ولو خدتوا بالكم برضو الاداه، بصوا بمجرد ما بيعدي عليها الزومبي شايفين ابو جرد الحديد ده بتعمل في رجله ايه؟ بتقعد تنغص في رجله كده كانها ضربات برضو. يعني هي مش محطوطه بس للعربيه يا جماعه، لا الزومبي لما بيعدي عليها، بصوا الزومبي اللي فوق خالص لما يعدي عليها مجرد ما يدوس عليها دراعه وقع راسه طارت. الاسلحه بتضرب وبتدمره، بس هي عليها عامل برضو، يعني هي زيها زي السلاح الاخضر كده بالظبط، لما بيدوس عليها طول ما بتطلع وبتنزل كده بتنغص فيه كانها ضربات سلاح اخضر. تمام. فهي بتنفعنا في كل الحالات، بتنفعنا ان هي بتضرب الزومبي وبتنفعنا ان هي بتحمينا من العربيه. انا حطيت 2 كمان منهم اهو فوق، بقوا 4 في الاتجاه اللي فوق، وعايزه برضو اخليهم 4 تحت عشان امن نفسي. منها بتضرب الزومبي وتخلصنا منهم، ومنها برضو عشان لو جات لي عربيه ولا حاجه. ابو الكعبيش يا جماعه مهم جدا، شايفين خلص عليه على طول، يخلص ننزل بمكانه بواحد على طول، ما نستناش ما نفكرش. عشان انا لو ما عملتش كده هو بياخد وقت طويل قوي على ما ينور. حتى لو معايا ال 25 جنيه ثمنه زي ما انتم شايفين، انا معايا 100 جنيه، كان معايا 100 وكان وبيبقى معايا اكتر من كده، بس ما بعرفش اشتريه ليه؟ لان لسه ما نورش. هو ليه مده يا جماعه، يعني انا نزلته ما ينفعش حتى لو معايا ثمنه واروح اجيبه تاني، لازم يقعد على الاقل دقيقه كده ولا كام ثانيه على ما ينور. فانا احتياطي تحسبا انزله بسرعه، مجرد ما ينور انزله بسرعه عشان الوقت اللي بينور فيه ده يسعفني. اهو نور اهو معايا، وانا معايا 75 جنيه ولسه منور حالا، فهبتدي برضو اخده وانزله وهكذا يا اصدقائي، عشان زي ما قلت لكم هو منقذ ومنجز جدا بالنسبه لنا. انا كده خلاص خلصت 4 فوق 4 تحت زي ما كنت عايزه. خلصت صف البطاطس قدام السلاح الاخضر كده هو بيحميه، نزلت ابو الكعبيش وانا قاعده خلاص يا جماعه مقربه على الفاينل وقربت اخلص المستوى ومش قلقانه خالص يا جماعه. وانا اضمن لكم ان اللي يلعب بالتكنيك او الاستراتيجيه بتاعتي دي واللي يتفرج على الفيديو ويطبق نفس الطريقه في اللعب ان هو كسبان كسبان بعون الله. زي ما قلت لكم مشمشه في اللعبه دي ما بتخسرش ابدا. انا لا اقهر من اللعبه دي، مش اللي تخسر فيها. وادي دلوقتي
دلوقتي زي ما انتم شايفين بتاع بتتحرك ازاي، شايفين على ابو جردل الحديد واللي معاه موتت اللي معاه. وابو جردل الحديد طبعا على ما ياكل البطاطسيه اهو جردل وقع من على راسه، يلا خلصنا منه مع السلامه في داهيه. على ما قعد كل شويه. بصوا البطاطس ولا اتأثرت يا جماعه، شوفوا كلوا منها قد ايه وزي ما هي. بتعجبني بجد، اداه رهيبه يا جماعه في اللعبه دي. بصوا صنم واقف، حاجه ثابته معاك بتحميك طول الوقت. خلاص يا جماعه الفاينل. بصوا العربيه، شايفين العربيه ما لحقتش تدخل، ما لحقتش تدخل يا اصدقائي، اتدمرت قبل ما تدخل. دي بقى انا كان يعني اللي شاف معايا الفيديوهات اللي فاتت وشاف العربيه لما دخلت عملت معايا ايه، دخلت لحد نص المكان وخلصت لي، دمرت لي الاسلحه عشان ما كنتش لسه كسبت الاداه دي. فكنت بضطر احط لها النطاطه يا جماعه، وكانت يعني كان بضطر ان انا اقعد ارص اسلحه تاني مكان اللي هي دمرتها لي، وكنت باخد وقت طويل جدا. انما دلوقتي هي ما بتلحقش اصلا تظهر معايا في الفيديو زي ما انتم شايفين، بمجرد ما بتبتدي تدخل بتتدمر قبل ما تدخل. وده يعني الحمد لله بعوني اللي نجاح وكسبنا الاداه يا جماعه بتاعه المستوى ده. النار يا جماعه دي رهيبه جدا، مش قادره اقول لكم. انا هوريكم في الفيديو الجاي هي بتعمل ايه، انا مش عايزه احرق لكم الدنيا. بس دي لما بتتحط قدام الاسلحه بدل ما بتطلع كور كده خضرة عاديه، بتطلع كور من نار. ولو دخلنا خلاص على المستوى الثامن، انا مش هلعبه بقى المره دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. هنلعبه مع بعض الفيديو الجاي اللي هنكسب فيه البطاطسيه الطويله اللي قلت لكم عليها يا جماعه. هي اغلى شويه بس معجزه برضو، بيقعدوا ياكلوا فيها ما بتخلصش نهائي، والزومبي ما بيعرفش يعدي منها، حتى ابو عصايه ما بيعرفش ينط من فوق منها. بجد يا جماعه المستويات الجايه هتبقى فظيعه، تابعوها معايا. مش هطول عليكم اكتر من كده، الفيديو بتاعنا خلص خلاص. ما تنسوش الاشتراك واللايك، ويلا سلام.